تامر بدوي واحمد عفيفي في قراءة الاوراق الفنيه للمدربين. مبروك لكل محبي ريال مدريد الوصول لنهائي السوبر. دعني ابدا معك فنيا بشكل اعمق. تحدثنا عن مايوركا وما حدث له في شوط المباراه الاول والزياده العديه لريال مدريد، ولكن في شوط المباراه الثاني حاول مايوركا التقدم بالدفاعات، منع ريال مدريد من التحضير من الامام، ولكن بالاخير مدريد هو من كسب. فاسكيز حتى في الشوط الاول لما كان يعني يتواجد في المساحات الكبيره يستفيد ريال مدريد، حتى من خلال تواجده في العمق لما نجح انشيلوتي في شوط المباراه الاول وين لم يسجل، ولكن لم يختلف كثيرا ريال مدريد عما ظهر عليه في شوط المباراه الاول. كانت المطالبه بوجود دياز، الزج بدياز، ولكن في الدقائق الاخيره وهو ايضا من صنع الهدف الثالث. ريال مدريد الشوط الاول لم يكن يحتاج الى اي شيء غير ان الكره تدخل بس في المرمى. قلنا حتى ان الشيء الوحيد الواحد في المية نسميه الواحد في المية هو انه ما بيستخدمش الكرات العرضيه العاليه، او ما عندوش لعيبه كافيين غير يمكن جود بيلينجهام في استغلال الكرات العرضيه العاليه. غير كده انت كنت منتظر هدف من مدريد في اي لحظه. والحقيقه انا كنت بستعد ان اقول لو المباراه انتهت 1-0 مبروك لمايوركا، نتيجه جيده جدا جدا لو انتهت 1-0، لكن 3 اظن ده اقرب للواقع، اقرب كتير للواقع. مدريد النهارده شفنا فينيسيوس، ولذلك انا بالنسبه لي فينيسيوس هو افضل لاعب في العالم. فينيسيوس ما قدمش مباراه جيده النهارده بالمناسبه، بمعايير فينيسيوس بمستوى ما قدمش مباراه جيده النهارده، بس كان مؤثر جدا. يعني الكره الهدف الاول اصلا كره صعبه جدا اللي هو استلمها، عمل بوز للحظه استلمها ثم زقها قدامه قبل ما يلعب العرضيه، ثم الفوضى اللي حصلت، رودريجو قائم، مبابي، بيلينجهام. هو جول تاخر بس في سنه جوده، الحقيقه برضو ان في جانب اخر. مبروك لجمهور الجوهره اللي كان موجود النهارده. مدريد كان كريم جدا، اداء جميل، حتى لو كانت المباراه انتهت 1-0 بالمناسبه برضو كنت هقول اهداف قليله، لكن اداء جميل جدا. اظن حصل اللي كلنا كنا بننتظره وهو الكلاسيكو. يمكن كنت توقعناه من مدريد اكثر ما كنا متوقعينها من برشلونه، كان في شك ان برشلونه يعدي بالذات في الظروف الاخيره، لكن مدريد بشكل واضح جدا هو الفريق الفارق للغايه. اتمنى يكون تشواميني بخير، وان كان اسينسيو من المدافعين اللي بداوا بدايه جيده جدا في مدريد، وعمل مشكله مع مافيو النهارده هو بطل الهايلايتس. يعني خناقه هنا وخناقه هنا وخناقه مع بيلينجهام مستمره، وانشيلوتي نزل وبتاع، وجبنا ناس نكلم ناس، بس الامانه ما عملش جيم سيء ككوره، لعب جيم جيد على فكره. مافيو اعلن عن نفسه يمكن، وبالمناسبه كل الناس بتتكلم عنه النهارده لنفس السبب. يعني فعلا اصبح انت عايز الناس تتكلم عنك النهارده، انزل اعمل مشكله مع فينيس، بس حذاري انك تعمل مشكله معاه ويمسح بيك الارض بعدها. هو ما اتمسحش بيه الارض بس عموما هي كانت يعني مواجهه خاصه اخرى، عدى منه في واحده او اثنين، بس فينيسيوس يعني حتى اكتر لعيب تعب فينيسيوس كان رونالد اراوخو لاعب برشلونه، برضه تعبه مره تعبه الثاني. صعب جدا تقاوم فينيسيوس كل مره، صعب للغايه يعني. فهو اتليست هو ما مسحش بيه الارض النهارده، وخرج وانشيلوتي نزل له، يعني حاجه وجبنا ناس ومدير الامن لكن اجمالا انا بشوف ان اللي عمله مايوركا في الجيم انه دايما يلعب على الزون مش المان، لان صعب جدا تلعب مع مدريد على المان، لان بيلينجهام بيقابلك في كل مكان، فينيسيوس بيقابلك في العمق او ناحيه الشمال، رودريجو بيقابلك في كل مكان، في لعيبه عدد من اللعيبه بيقابلوك في كل مكان، لوكاس فاسكيز نفسه بيقابلك في اي مكان، لو انت جناح وبتلعب عليه هتلاقي نفسك بتتسحب لاماكن مختلفه من الملعب. هو لاعب زون ولاعب نارو عشان في ظني ياخر الامور قدر الامكان، كان محتاج قدر كبير جدا من التوفيق، وكان محتاج ان مدريد يكون سيء، لان الفروق واضحه جدا وطاغيه جدا، وتشعر بيها لما تيجي تشوف مباريات ثانيه. لعيبه مدريد اظن دونا عن كل فرق العالم، اظن لعيبه مدريد عندهم حس مبادره مش موجود. يعني دايما في اي مباراه في التوب ليفل في العالم، في التوب ليفل مش بتكلم في مستويات اخرى، هتلاقي الاجنحه لما بيستلم الكره ويلاقي نفسه مان تو مان او واحد لواحد مع المدافع، يمرر يدور. لعيب مدريد عنده حس مبادره غير عادي. تعالى طبعا بيغلط كتير ده اكيد، بس في حس مبادره عند لعيبه مدريد، وكم من المواهب والسرعه، مش مواهب بس، مواهب وسرعه تجعل الامور صعبه جدا على اي. ولا بد من الاشاره لانه بيلينغهام ليس بافضل نسخ بيلينغهام الذي يجب ان يكون عليه مع ريال مدريد. وين سجل هو الهدف الاول؟ انا هعلق على هذا الموضوع، بس اذهب لعبز الجميع ورده فعل. تكلم على انه مش في افضل نسخ بيلينغهام، وين سجل في هذه المواجهه؟ ده برضو اللعيب الكبير بصراحة، لأنه بيظهر في الوقت اللي فرقته بتحتاجه. جزء
من شغل ريال مدريد الهجومي مبني على زي ما بنقول ان نصيب الاسد دايما التركيز على الطرف الشمال اللي بيربط فيه فينيسيوس جونيور او مبابي، الاثنين بيعملوا سويتش. لما فرقه بتعمل زياده عدديه عشان تحد من الخطوره بتاعه الجبهه الشمال بتاعه ريال مدريد، دايما بيلجأوا للناس اللي جايه من تحت في العمق، اللي هو واحد منهم بيلينجهام، لان هو افضل واحد من الناس اللي بتيجي من الثلاثه اللي بيجوا من عمق ملعب ريال مدريد. بيلينجهام، فالفيردي، والنهارده كامافينجا. افضل واحد فيهم عنده حس تهديفي على المرمى فيهم هو بيلينجهام. اكتر واحد ممكن لو حتى لجأت انك تعمل عرضيه هو اكتر واحد هيتعامل بضربات الراس. بجزء من ريال مدريد لما المنافس بيقفل الطرف الشمال بيلجأوا على طول لبيلينجهام، ونجح النهارده وسجل. وخلي بالك الجول مش سهل لان فاسكيز ضايقه جدا. يعني الكرة لما ردت من القايم بعد رأسية رودريجو، لما ردت من القايم ورجعت له، فاسكيز قطع قدامه. اي واحد هنا كان شاط في رجل فاسكيز والهجمه كانت ضاعت عليهم، لكن هو هدي او تقل على الكرة لغايه لما فاسكيز عدى من قدام الكرة وبعدين قام حاطط الجول. انا هسمع منك عفيفي. اولا فيما يخص بيلينجهام اظن ان هو بدا الموسم بشكل مش جيد، لكن في النص الفتره اللي فاتت من الموسم بدا يشتغل بشكل افضل كتير وبدا يشارك افضل. انا شايف ان هو قدم جيم جيد، لكن كمان انشيلوتي بدا من اواخر السنه اللي فاتت يعمل شيء. هو كان عنده مثلا رودريجو وفينيس فبيلعب واحد يمين واحد شمال، واحيانا كان بيلعب بيلينجهام بعيد عنهم، بيوزع الكواليتي على الملعب. ثم بعد فتره بدا يلجا لفكره تانية، وهي انه يكثف يعمل افضليه نوعيه في مساحه من الملعب. بمعنى انه في بعض المباريات منهم مباراه مانشستر سيتي في الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت كان بيلعب رودريجو وفينيسيوس جنب بعض، بيبدلوا مع بعض. لو انا فاتح الخط انت في الهاف سبيس او في نصف المساحه اللي هي بين الطرف والعمق، احيانا كان نفس الشيء بيحصل في بيلينجهام. فهو عنده حاليا، واحيانا النهارده كمان لما انضم لهم من مبابي بقى احيانا من مبابي بيبقى فاتح تماما، فينيسيوس بيبقى جوه او رودريجو او كذا. فهي الفكره هي فكره تكثيف اكبر قدر ممكن من الكواليتي في مساحه من الملعب. الجوده في مدريد انك ما بتشعرش ان اللعيبه دول مضايقين بعض او ان ده قافل على ده، بالعكس رودريجو وفينيسيوس احيانا بيبقوا في نفس الجبهه وقادرين يلينكوا مع بعض. مبابي بدا يدخل كده يمكن جود بيلينجهام هو اشملهم واكثرهم قدره، هو لاعب مركزي اكتر. يعني هم الاثنين عايزين مساحات، عايزين يتحركوا قدام، عايزين واحد لواحد. بيلينجهام مركزي اكتر، فهو قادر يستخدم الجوده دي في انه يعمل افضليه نوعيه في جبهه من الملعب، مش يوزع الامور على كل الملعب، وناجح جدا من خلالها يعني بواسطه كل الجوده المتاحه طبعا عنده. حكم الله من جديد في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمواجهه ريال مدريد وايضا ريال مايوركا. هذه المواجهه التي انتهت بانتصار ريال مدريد ب3 أهداف نظيفه، عبر من خلالها ريال مدريد الى نهائي السوبر الاسباني الذي سيلعب في المملكه العربيه السعوديه، تحديدا في جده على ملعب الجوهره المشعه. هذه المواجهه بلا شك انها مرتقبه امام فريق كبير جدا بتاريخه الكبير برشلونه. نتحدث عن كلاسيكو الارض يلعب في المملكه العربيه السعوديه. كابتن عفيف، انت تابعت مباراة برشلونة وكنت متواجد فيها، وتحدثنا في البداية عن نقاط تحول في تلك المواجهة امام اتلتيك بلباو، وأن الفريق يتجاوز كل ظروفه ومن ثم ينتصر ويعبر للنهائي امام مدريد الذي شاهدناه الليلة بطريقة مختلفة. ريال مدريد الذي عمل كل شيء في شوط المباراة الأول أمام ريال مايوركا، وإن تراجع قليلا في شوط المباراة الثانية ولكنه كسب بالثلاثة. كيف سيكون النهائي؟ هو خلينا نرجع للكلاسيكو اللي اتلعب في الدوري. هتجد ان في طبعا نتيجة كبيرة جدا لبرشلونة في البرنابيو، ولكن في الشوط الاول في كم من التسللات بقياده مبابي. بالمناسبه مبابي هو اكثر لاعب واقع في التسلل في الليجا وبفرق كبير جدا جدا عن اللي بعده، بس في كم من التسللات كلها على ملي. لو واحده فيهم ظبطت كنا اتفرجنا على نتيجه ثانيه. فهو على قد ما النتيجه تبان كبيره لبرشلونه ضد مدريد في البرنابيو، الامور ما كانتش بنفس يعني النتيجه ما بتعكسش فرق الجوده. مدريد يمتلك جوده عملاقه. بالمناسبه برشلونه كمان قدم جيم جيد امبارح، وان كان على المستوى الدفاعي كان عنده شويه مشاكل كتير، لكن امام مدريد اظن ان الفريقين جاهزين في اللحظه دي، بالذات بعد تسجيل داني اولمو باو فيكتور. وبالتشكيل رغم ان انا مش متوقع ان هانسي فليك هيعمل اي تبديل، واتوقع ان جابي برضه هو اللي هيبدا مباراه الكلاسيكو يوم الاحد، لكن الفريقين جاهزين ان هم يمتعوا جمهور الجوهره بكلاسيكو تقيل فعلا، لسبب الجوده اللي بيلعبها مدريد واسلوب مدريد المفتوح تماما. وان هانسي فليك اصلا كمدرب بيختلف عن مدربين كتير دربوا برشلونه في السنوات السابقه، انه عايز جيم سريع. دايما عاده المدربين برشلونه في العقد اللي فاتوا يمكن اكتر عايزين جيم بطيء، عايزين جيم ابطا، عايزين جيم فيه استحواذ اكتر، فيه سيطره اكتر. هانسي فليك هو العكس تماما، عايز جيم مفتوح، عايز جيم مباشر. امام هذا الشكل من مدريد
انت هتشوف فرص، اظن انه هيبقى كلاسيكو فيه فرص كتير ويمكن يكون فيه اهداف كتير، بس على الاقل هيبقى فيه فرص كتير. اللي هيستغل مين حاليا اللي احنا شايفينه ان برشلونه مش في افضل حالاته في تحويل اكبر كم من الفرص لاهداف. ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي في حاله سيئه جدا، رافينيا كمان حتى هو قدم مباريات جيده بس بيضيع كتير. هو ده هيكون العنصر مين اللي هيسجل من اقل عدد ممكن من الفرص، لكن الفريقين هيلعبوا جيم مفتوح. في المقابل كابتن تامر، على برشلونه ان يستحضر مباراه السوبر الاسباني الموسم الماضي وانتصار لمدريد ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وين تجاوز موضوع مواجهه الدوري؟ شوف، هي المباراة تبقى فيها جوانب كتيرة جدا ودوافع كتيرة جدا. ريال مدريد عاوز ينتقم من الهزيمة المذلة بتاعة الدور الأول في الدوري، عاوز يعادل الرقم القياسي بتاع برشلونة في الفوز بالسوبر كوبا أو السوبر الإسباني، عاوز يرجع لانطلاقة المسيرة بتاعته، لأن كان في تعثر في بداية الموسم زي ما قلنا بالتعادل مع مايوركا، وحتى في دوري أبطال أوروبا الجماهير ريال مدريد غير راضية عن نتائج الفريق. لكن بالنسبة لفليك، بالنسبة بقى لبرشلونة، هل هتتبع نفس الأسلوب اللي انت اتبعته في مباراة الدور الأول اللي عفيف يتكلم عليه، وهو الدفاع المتقدم وان انت تلعب على مصيدة التسلل؟ بالمناسبة يا تركي، هو فكرة انك تلعب دفاع متقدم وتلعب على مصيدة التسلل، بالمناسبة يا جماعة هي إيرفيرو نار اتبعها مع منتخب السعودية أمام الأرجنتين، وده كان في منتهى الذكاء. في ريسك طبعا، في ريسك. ما هو انت على فكرة يا جماعة، لو هو الراجل كان استنى بمنتخب السعودية، لو استنى الأرجنتين ورا لعب بدفاع متأخر، ما هو برضه في ريسك. انت بتلعب ميسي وبتلعب دي ماريا وبتلعب دي باول وبتلعب لوتارو مارتينيز، ما ده ريسك. لكن هو عمل ايه؟ هو أجبر الأرجنتين انها تلعب كرة مش كورتها، هو طلع بيهم لقدام، اجبر الارجنتين انها تلعب كرات طويله لميسي، وميسي عاوز الكره في رجله. ده اللي عمله بالظبط هانزي فلاك مع برشلونه في مباراه ريال مدريد في الدور الاول. هو طلع بريال مدريد لقدام ليه؟ علشان ما اقعدش استنى، انا بلعب بسنتر باك عنده 17 سنه، صح؟ انا بلعب بريال مدريد، بلاعب ريال مدريد بسنتر باك عنده 17 سنه، هقعد مستني ريال مدريد اللي عنده حلول شفناها النهارده، شياطين بتلعب كوره يعني رودريجو ولا امبابي ولا فينيسيوس جونيور ولا بيلينجهام، هقعد استنى الناس دي ورا؟ هدفع الثمن. مستحيل ان انا لعيبتي تغلط هنا، يبقى هنا ممكن يغلطوا، ولو طلعت بيهم لقدام ولعبت على مصيدة التسلل ممكن يغلطوا، بس ايهما في ريسك اقل؟ هو قرر ان انا لما اطلع بيهم لقدام ده الريسك الاقل بالنسبه لي. نجح طبعا، نجح. هي بين النجاح والعبقريه، زي الفشل والعبقريه ممكن تبقى شعرايه، لان برضو في مباراه السعوديه والارجنتين، واحده من بتوع لوتارو مارتينيز لو كانت طلعت اون سايد مش اوف سايد، كان هنا هنقعد نقول على إيرفيرو نار ايه اللي انت بتعمله ده، وايه اللي ازاي تلاعب الارجنتين كده. نفس الموضوع لو واحده طلعت لمبابي ما كانت اون سايد مش اوف سايد، كانوا هيقولوا لفليك ايه اللي انت بتعمله ده، حد يلاعب ريال مدريد بدفاع متقدم وهم عندهم السرعات دي؟ فهو كل مدير فني بيشوف ايهما فيه ريسك اعلى. هما الاثنين قرروا ان انا اطلع بالناس دي لقدام واجبرهم ان هم يلعبوا كره مش كورتهم، ده اللي هيلخبط لهم. كاني يا تركي دخلتك امتحان وجبت لك سؤال من خارج المنهج، حل. هي الفكره انا متفق مع الكلام اللي بيقوله تامر، بس هي الفكره بتختلف بعض الشيء. هيرفي رونار لما لعب كده قدام الارجنتين كان مفاجئ، منتخب الارجنتين مش متوقع اوفسايد جيم اجريسيف زي ده. الفكره مع هانسي فليك اولا ان هو هيلتزم بالاوفسايد جيم، انا متاكد، لان خلاص هو الفرقه اشتغلت على، يعني بتتمرن كده بتلعب كده، وطبعا برشلونه هو اكتر فريق وقع الفرق المنافسه في الاوفسايد في لا ليجا بفارق تقريبا 100%، 100 وحاجه مقابل 50 في المركز الثاني. لكن هي الريسك بيزيد مع كل مباراه، لان الموضوع ما بقاش فيه مفاجاه، فقد عنصر المفاجاه، وهنا الريسك بيزيد. هل لان عارف انك هتلعب اوفسايد جيم سهله؟ لا مش سهله على فكره، لان انا مش دايما عامل اوفسايد جيم، انا بعمل اوفسايد جيم في تريجرز معينه. يعني لو لعيب بيستلم، لو الكره رجعت لورا احنا بنطلع لقدام، لو لعيب بيستلم من ورا احنا بنطلع لقدام، لو لعيب كره مكشوفه احنا لازم نرجع لورا، وهكذا. فهي فقدت بس عنصر المفاجاه، لكن هل هيلعب بيها؟ هيلعب بيها، لان هو هانسي فليك ملتزم برؤيته للكره اللي هو بيلعب بيها واللي هو بينجح بيها. خلينا نروح لحديث انشرت فيه بعد نهايه المواجهه مع العزيز عبد العزيز الجميع.